الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. من الرموز الغير منتشرة وتدل على الإصابة بالمس الشيطاني أو السحر هو رمز الجمل. رؤيتي اليوم قديمة نوعا ما، رأتها قبل حوالي 5 سنوات ولم تستطع أن تقص علي إلا من أيام قليلة، ونعرف من خلال هذه الرؤية كيف نحسب مدة الابتلاء بعملية حسابية بسيطة. بصراحة لم أخبر الرؤية بهذه المدة التي مكثت فيها في هذا الابتلاء، ولكن بعد التعبير الرؤية أخبرتني بهذه المدة التي قضتها في الابتلاء. لماذا لم أخبرها بمدة الابتلاء؟ لأنها لم تصادفني من قبل. أجريت عملية حسابية بسيطة وجدتها بفضل الله متوافقة مع المدة التي قضتها تماما. كل علم له تجارب، وعلم التعبير هو جامع لكل العلوم. تقول الرؤية: رأيت كأنه توجد أرض مستطيلة وكانت نظيفة بيضاء، وفي زاوية يوجد مستطيل آخر، ويوجد باب يؤدي للخارج. تقول: دخلت بداخل هذه الأرض المستطيلة، وكان يوجد بها الكثير من الجمال لونها مثل لون الطين. دخلت في وسط هذه الجمال، فبدأت الجمال يتناثر لحمها وتتقطع كأنها تصعد في السماء ثم تنزل على الأرض، وقد تناثر لحمها. بقي جمل واحد فقط جاء علي ليقتلني. تقول: أعرف في الواقع أن طريقة قتل الجمل الإنسان أن يبرك عليه، فانسدحت على الأرض ونظرت في السماء أرى ماذا يحدث. فجاء هذا الجمل، برك هذا الجمل فعلا وكان فوقي، لكن سبحان الله كأنه معلق فوقي بأمتار. فقلت: خلاص جاءني الفرج. أخذت أجري تجاه الباب، فخرجت من الباب وكان الجمل يلاحقني ليخرج خلفي من الباب، لكن الباب كان صغير فأخرجني ولم يخرج الجمل، وكانت أيضا على أرض نظيفة بيضاء، وأنا أصيح فرحا وأقول: نجوت يا الله، نجوت يا الله. وانتهت الرؤيا. قلت لها: معنى هذه الرؤيا هو الإصابة بمرض سببه المس الشيطاني. قد يطول هذا المرض قليلا، ولكن في النهاية ينجيك الله سبحانه وتعالى منه. والبشرى في هذه الرؤيا أن الرؤيا على المحجة البيضاء، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رغم شدة ما أصابها من ابتلاء، ولكن ظلت متمسكة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: فعلا سبحان الله مثل ما قلت، بعد هذه الرؤيا أصابني مرض، وكان شيء غريب، وكان مرض نفسي وعضوي. بدأ وزني ينزل وشكلي يتغير ولا أستطيع النوم، يعني انقلبت حياتها رأسا على عقب. أقول: حتى إني إلى الآن كلما تذكرته أشعر بالخوف. وظلت في هذا المرض مدة 8 أشهر، ثم فرج الله سبحانه وتعالى عنها. الدخول في هذه الأرض المستطيلة يدل على الدخول في ابتلاء، لأنها دخلت في هذه الأرض كانت تحيط بها ولا يوجد معها فيها سوى الجمال. وسبب هذه الشدة وسبب هذا الابتلاء هو الإصابة بالمس الشيطاني، وبالتحديد الإصابة بسحر. وسنرى لماذا السحر. أن الجمال قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الحديث: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل فإنها خلقت من الشياطين. بعد أن دخلت في وسط هذه الجمال بدأ يتناثر لحمها. بعد أن وفقها الله سبحانه وتعالى إلى بداية العلاج، القرآن الكريم والاغتسال والرقية، تناثر لحمها، تفككت لحمتها وانتهت، لأنه يقوم على خدمة السحر والقيام بهدفه مجموعة من الشياطين أو من الجن، وليس واحد فقط. يكون مثل الجيش الذي يسلط على هذا المسحور ليقوم بمهمة السحر. عكس الممسوس، الشخص الذي يكون ممسوس بمس شيطاني فقط بعيدا عن السحر يرى شيء واحد فقط يؤذيه، أو شخص واحد فقط يلاحقه، بعكس المسحور في كثير من الأحيان يرى أعداد كثيرة. بقي جمل واحد فقط جاء عليها ليقتلها. أرى أن هذا المشهد يدل على أن الأمر تحول من خدمة السحر إلى الانتقام، وهذا الذي بقي هو الأقوى، أو هو القائد، أو له القدرة على التحمل والبقاء، وجاء يقتلها لينتقم لما جرى للآخرين. وهذا مما يكشفه الله سبحانه وتعالى لنا من الغيب عن طريق الرؤيا الصالحة. عندما برك عليها ليقتلها كأنه علق فوقها بأمتار، أشد ساعات الليل سوادا التي تسبق طلوع الفجر.
عندما اشتد عليها الأمر وتفاقم جاء الله سبحانه وتعالى بالفرج وقيده عنها سبحان الله ورفع أذاه عنها، ثم خرجت من الباب. الخروج من الباب وبقي هذا الجمل في الأرض المستطيلة يدل على أن الله سبحانه وتعالى شفاها وبرأت من هذا الأذى، ولكن مادة السحر نفسها لم تعثر عليها ولم تبطلها بيديها. مادة السحر موجودة كما هي، ولكن لم يعد لهم سلطان عليها بفضل الله سبحانه وتعالى ومشيئته. كانت الأرض المستطيلة نظيفة بيضاء وخرجت من الباب على أرض نظيفة بيضاء، هذا يدل على التمسك بالسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء، وفي رواية على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا يدل على أنها رغم هذا الابتلاء ظلت متمسكة بالسنة والتداوي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تلجأ إلى غير ذلك. نرى كيف حسبنا المدة. الدخول في المستطيل. المستطيل له قاعدة أو قانون: محيط المستطيل. محيط المستطيل يساوي الطول زائد العرض في 2. المستطيل له ضلعي طول وضلعي عرض. قلت 2 زائد 2 4 في 2 يساوي 8. قلت مدة الابتلاء 8 أشهر. ولماذا لجأت إلى الحساب بمحيط المستطيل وليس مساحة المستطيل؟ لأنها دخلت في وسطه، أحيط بها الأمر، أحيطت بها الشدة، كما في قوله تعالى: وظنوا أنهم أحيط بهم. لذلك لجأت إلى الحساب بمحيط المستطيل. والله تعالى أعلى وأعلم. الرؤية الثانية رؤية قديمة أيضا. يقول الرائي: رأيت كأني أتبول على شجرة، ثم لمحت قرآن، يعني ورقة من القرآن، أني أخذت هذه الورقة ومسحتها، وكان معي صديقي عز الدين يبين لي عظم هذا الأمر، يعني عظم التبول على القرآن، كما هو التفسير المنتشر برمز التبول على القرآن تقريبا في كل كتب التفسير، يدل على مولود للرائي يحفظ القرآن. فكان الرائي يظن أن تعبير هذه الرؤية أنه يولد له ولد أو بنت تحفظ القرآن. طبعا نتمنى له ذلك، ولكن سياق الرؤية وقرائن الرؤية لا تدل على ذلك. لا يصح أبدا أن تؤول على هذا المعنى، لأنه أخذ الورقة ومسحها، ولأن معه عز الدين يبين له عظم هذا الأمر، إذن فالمعنى هنا يختلف. فقلت له: التعبير الصحيح لهذه الرؤية: كان لك مال فيه شبهة محرمة، وأنفقت هذا المال على أسرة أو على عائلة، وبعض هذا المال دخل في الإنفاق في المساجد أو ما يشبه ذلك. فقلت له: بما أن الرؤيا قديمة، تذكر أن كان لك مال من فوائد ربوية كنت تطهره بما ذكرت. فقال: بالفعل كان لي مال من فوائد ربوية وتخلصت منه. الشجرة تدل على عائلة، والتبول عليها يعني الإنفاق عليها. غالبا كل ما يخرج من جسم الإنسان يدل على المال ويدل على الإنفاق، ولكن البول أعزكم الله لأنه نجس ويدل على المال الحرام. ورقة القرآن، التبول على ورقة القرآن في هذه الرؤية يدل على مخالفة ما جاء في القرآن، ويدل على إنفاق هذا المال في بناء المساجد أو ما يشبه ذلك. عز الدين أيضا في الرؤية يؤكد هذا المعنى أن الأمر متعلق بالدين. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.